كنز معلوماتي على السريع. تخيل كده يا صديقي، في جيش كامل فيه 50,000 جندي يختفوا في يوم واحد. في القرن الخامس قبل الميلاد، الملك الفارسي قمبيز الثاني ابن كورش الكبير قرر يغزو معبد آمون في واحد سيوة بمصر، عشان كان رفضوا يعترفوا بيه كفرعون. بعت جيش ضخم من 50,000 جندي ماشيين عبر صحراء مصر من مدينة طيبة الأقصر حاليا لحد سيوة. الرحلة كانت طويلة جدا، لكن بعد أيام قليلة وصلت أخبار غريبة جدا. الجيش اختفى تماما، ولا جندي رجع، ولا رسالة وصلت، ولا حتى رمح اتلاقى. المصريين قالوا إن هي عاصفة رملية هائلة ضربت الجيش ودفنته حيا. وفعلا بعد أكتر من 2500 سنة، في سنة 2010 مجموعة باحثين إيطاليين أعلنوا إن هم لاقوا بقايا بشرية وعجلات حربية مدفونة في رمال غرب مصر. بس لحد النهاردة محدش يعرف القصة كاملة، هل ماتوا بعاصفة ولا تعرضوا لهجوم ولا حتى اختفوا لسبب غامض محدش عرفه. بس كده، وما تنساش الاشتراك في القناة. سلام.